سلام سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير هانيين؟ كنتمنى تكونوا في احسن احوالكم. وفيديو جديد اليوم يا البنات غادي نبدا معكم فيديو من الصباح. درت واحد مولاتي لاله مولاتي العجنه، تبارك الله ما شاء الله الرحمن. خرجت منها المخمار وخرجت منها الخبز. مهم باش نفطروا باش الخبز على قبل الغداء ولا قبل. المهم اجا خرجت منها واحد 4 المخمارات. جاويا البنات ما نعاودش لكم مفشفشين على مزيناتهم بختي ديال زيت العود ولا الزبده البلديه. شفتوا كيفاش تشوفوا اسفنجيين. المهم البنات هذاك الحبيبات الكحلين اللي كتشوفوا راه غير ريحه الكتان كانت شاطت ليا داك المره من الحسوبه ولا اللوحه في البواطه اللي كندير فيها داكشي باش تنقرص. راه كاين تما الفينو والبلبوله والقمح، المهم مخلطه داكشي. وهنايا التقديه البنات جيت نبارطاجي معكم التقديه. تقداها مول الدار، ما تقديتش انا، تقداها من السوق. المهم باربة، مطيشة، تفاح، الليمون، خيزو. نيت تهنيت ما في اللي يتقدى انا. المهم جاب كاع داكشي اللي خاصو اللي ما خاصش، راكم عارفين التقديه ديال الرجال من طرف. وهذا ما كان البنات. وجاب لي حتى هاد البطاطا هذه الصغيره كتعجبني الصراحه في السليق وفي الشليضات ولا في ديرها بوطيطوس كتجي زوينه بزاف. وبطبيعه الحال المساند الرسمي هي بطاطا العاديه وبطاطا الحلوه، حنا كنستهلكوا بطاطا حلوه بزاف كتعجبنا. وجاب شي تصفيتيفات هكا ديال المصروف، زاد واحد الاطرو د الزيت، واحد القرعه اوني، جاب شوكولاطه كونفيتور للدراري، الزبده باش كندير المسمن، وزاد واحد الكيلو د اللوبيا واومو واتاي. المهم زياده الخير خيرين البنات معليش. واخا شي محتاجين وشي محتاجينوش مي معليش البنات. وصافي وجدت لانش بوكس لبنتي قاريه السبت عشيه، وجدت ليها لانش بوكس ديالها باش غادي تمشي للمدرسه. ماشي لانش بوكس راه استراحه، حنا كنقولوا استراحه عقلت البنات. صافي درت لها قريعه الماء ديالها. ايوا المهم البنات ديبانيتها في الغدا ومشات. راكم عارفين نهار السبت كتكون كلشي مرون. ايوا هنايا طيبت هذاك الخبز كان خمر طيبته، واخا راه حركت واحد جوجات معجاني في ديك الوقيته ديال التقديه المدرسه. المهم راكم عارفين. ايوا انا البنات جيت نشارك معاكم الخضره درتها مع الزيتون باش ترقد ليا مع الزيتون كتخلل معاه دقه وحده كتجي زوينه البنات. جربوا هاد الطريقه، راه شاركت معاك فاش ملحت الزيتون درت ليه الحامض وعصير الحامض والملحه. دابا زدت غنزيد معاهم شويه ديال الشوفلور وشويه ديال الخيزو الا كان عندكم هذاك الخيار داك الصغيور ديروه اللي قطعوه ديروه اللي بحال الكورنيشون حتى هو كتجي زوينه البنات. هاد الخضيره هادي ما حد كنتي كتستهلكي في الزيتون وهي كتخلل وكتجي بنينه. ايوا صافي البنات تغدينا الحمد لله، اللهم ادمها نعمه وحفظها من الزوال يا رب. وصافي كل واحد شد بلاصتو. المهم كلشي كيستراح الا الا مشى تماره. ما علينا الحمد لله، ما كاين حتى مشكل. المهم غير فاش بنادم عطاه الله صحيحته يحمد الله ويشكره. هذا ما كان البنات. باش ندوز على الدار واحد التدويزه خفيفه حقاش اختي الدار دغيا كترون، راكم عارفين الدار اللي فيها الوليدات هادشي واخا تعاوديه صباح وعشيه وسط النهار ما كيتقاداش. ايوا كما قلت لكم البنات الحمد لله بنادم ما يقنطش. شنو كاع بغيت لكم بنادم ما حد عنده صحيحته وعنده وليداته وعنده هكا صحيح اللي يقدر انه يوقف على دارو على وليداتو على هادي. الحمد لله فاش كتمشي الصحه. شوفوا غير فاش كيجينا واخا يجينا غير هكا الرواح ولا جينا شي هادي ما كنقدروش نوضو، كتبقاي تشوفي داكشي قدامك وخاصك تنوضي ليه وما كتقدريش كتبقاي تحصري. دونك الحمد لله، الحمد لله على الروينه بعدا، حيت راه كنشوف كنعرفوا انه كاينه الحياه في هذيك الدار، كاينين وليدات صحاحين كينوضوا كيدردكوا كيرونوا. والحمد لله على ديك الصحه اللي كتكون عندنا فاش كنوضوا كنجمعوا حتى حنايا الدار وكندردكوا عليها حتى حنا. الحمد لله والحمد لله على
الرزق اللي كيجيب لنا الله باش نكونوا مع دوك الوليدات ونكونوا مع راسنا وكنوضوا كنتقداو وكنجيبو وتنوضي وطيبي الحمد لله. الا ما كانتش الصحه ما كاين والو. صراحه البنات الصحه واحد الحاجه اللي ماشي واحد الحاجه، هي اهم حاجه عند الانسان. هي باش كيقابل وليداتو، باش كيقابل راسو، باش كيقابل حياته، باش كيقابل العبادات ديالو. الا ما كانتش صحيحه راه ما كاين والو يا البنات. والحمد لله، ويا ربي تشافي اي واحد مريض، يا ربي تشافيه وتعافيه يا رب في اقرب وقت لراسو لوالديه الوليدات. وحس فاش كتكوني مريضه صافي، باخص الام فاش كتمرض صافي الدار بحال الا كتنهار، والاب كذلك حتى هو. راه دائما حنا نهضروا غير على الامهات، ولكن راه حتى الاب فاش كيمرض راه كيكون هو داك بحال كنقولوا الساس ديال الدار. صافي فاش كيمرض ولا فاش كيدير ديك الدار ما كيبقاش عندها الساس. وحتى فاش تيمرضوا لينا وليداتنا كنبقاو بلا عقل. فهمتوني البنات؟ راكم عارفين راه الكبده صعيبه. الله يشافي لكم اللي مريض ليها وليداتها، الله يشافيهم ليهم. اللي مرضين ليها والديها، اللي ماتوا الله يرحمهم. كما قلنا الصحه هي اهم حاجه في الحياه. بدا ديك الصحه وبطبيعه الحال نستعملوها بعقلانيه ونستعملوها في صالحنا، ما نستعملوهاش في ضدنا. ونحاول نحافظوا عليها يا قدر الامكان. بحال البنات حنايا فاش كنفوتوا ديك 25 عام 26 عام حتى 30 عام 35 عام راه خاصنا نكونوا البنات نقصنا السكر، نقصنا دوك السقايه فايده ديال السقاطه اللي فيها غير السكريات والمواد الحافظه. خاصنا نحيدوها، نقصوا شويه من الدهون الغير الصحيه بحال الزيوت المهدرجه. مهم نبداو فهمتي؟ مثلا كتاخدي مثلا السكر في اتاي، ماشي نقول لك تحيدي السكر وتحيدي اتاي، لا. مثلا كنتي كتشربي 2 كيسان شربي كاس. فهمتيني؟ كنتي كتشربي كاس شربي نص كاس. كنتي كتفطري بكونفيتور كتفطري بالزبده هذيك البواطه وكتفطري الشكلاط ديال الدهن. المهم حيديها البنات، ديري زويته بلديه وغير شويه. راه الزيت البلديه راه فيها الدهون بزاف، الا كثرنا منها حتى راكم عارفين الحاجه واخا كتكون صحيه فاش كنستعملوها فاش كنديروها بزاف كتولي الضد. بحال مثلا الا كليتي 3 ديال التمرات راه ماشي هي كليتي 13 تمره. فهمتيني؟ راه صحي ولكن راه لي واحد الكميه ديال السكر، واخا سكر زعما طبيعي. او بحال الا كليتي بنانه ولا نص بنانه راه ماشي بحال الا كليتي كيلو البنان. يعني راه بحال هكا كضري بصحتك. نمشيو غير بشويه نحسوا السكر قدر الامكان، بالاخص السكر اللي كيكون بحال هكا في السقاطه ودوك الماكله الزنقه. كاتاستروف البنات، اكثر حاجه كنضروا بها صحتنا هي ديك الماكله الزنقه. شتي الماكله الدار واخا كيكون فيها مثلا شويه ديال الزيت المائده هكا، زيت مهدرج بحال، المهم كيكون قليل ماشي بحال. وكتكون ماكله نقيه ماشي بحال ديال الزنقه اللي كيكون مثلا الفريت مع ديك الزيت تقلى فيها مع شي 20 الف فريت وعاود تقلى في هذاك الفريت اللي كليتي نتي لي صو داك. المهم كلشي عامر بالدهنيات الغير صحيه، بالدهون الغير صحيه. انا البنات بديت نقصت بعد حيدت السقاطه. كنت اختي ما يمكنش الليل، ما يمكنش باش كنجي نتخشى في بلاصتي، ضروري ما كنهز ناخذ معايا شي حاجه ديال السقاطه وكنتخشى في بلاصتي وكنبقى ناكل فيها. حيدتها وكانت واحد الحاجه اللي صعيبه الصراحه يا البنات. حاولت نعوضها بالمكسرات شويه. دابا بديت كنسى صافي ما بقاش عندي مشكل. السكر حاولت بحال كما كتشوفوا البنات راني ما كنديرش الكيكات وداكشي اللي كيكون فيه الحلاوه بزاف. كنحاول نعوض هذا بالمملحات. المملحات على قدر الامكان كنديرهم صحيين. فهمتوني؟ ايوا المهم البنات كما قلت لكم صحتنا هي الاولى وهي حاجه وخاصنا نحافظوا عليها وهي امانه عندنا. المهم البنات هنايا جيت نشارك معاكم واحد لي ميني كيك ولي مادلين درتهم الوليدات. راني ديجا هذا مصوره وديجا حاط في سميتو في لي شورت
غير قلت نبارطاجيهم معاكم هنايا. واضح اكثر. هنايا خليط واحد البنات غادي نخرج منه لي ميني كيك، وغادي نخرج منه لي كاب كيك. درت هنايا 2 بيضات، كاس ديال السكر، ساشيت الفاني، قبيصه الملحه، وغادي نخلطهم مزيان حتى كتبدا كذوب ليا ديك سنيده. راكم عارفين الاساس في التخلط. كنشاركش معكم تخلط الكيكه، ولكن هاد المره غادي نشاركو معكم. الا ما تعرفش شي بنت ما تكونش عارفه الاساسيات، راه كاينين بنيات صغار مازالين ما كيتعلموا. المهم كتطربي هذاك السكر وسنيده والبيض مزيان حتى كتحسي به بدا كيتبدل ليه اللون، وكتزيدي الزيت على دفعات. الزيت راه كاس قل صباع قل صباع. المهم ما عامرش، كتبقاي تدخليه بشويه بشويه، ما كتخويش الزيت دقه واحده. عاوتاني كتحركيه مزيان، كتطربيه مزيان. الا كان عندك هذاك الخلاط الكهربائي مزيان كيحيد عليك تماره، دغيا كيطلع داك البيض مع السكر. المهم كنخلطوه، نزيدو عليه واحد دانون ديال الفاني. ممكن تزيدي دانون مسوس، ممكن تزيدي دانون البنان، ولكن هذا ديال الفاني كيبقى احسن. واللي احسن هو دانون طبيعي. غير انايا دايره هادشي للولد ديالهم اللي ديال على قبل المدرسه، درت ليهم هذا الفاني. راكم عارفين الوليدات كيتعجبهم ديك الرويحه دانون الفاني في ليكيك. المهم زدت هذاك الكاس ودخلته حتى هو في دوك المكونات مزيان، وغادي نزيد معاه واحد نص كاس ديال الماء عادي من روبيني. هاد الماء البنات كيخفف. قلت لكم البنات هذاك نص كاس الماء في الكيك كيخليها هشيشه وكيخليها اسفنجيه. المهم كنزيد الدقيق على حسب الخليط. وراكم عارفين البنات الخليط ديال لي ميني كيك وديال لي مادلين كيكون شويه ثقيل، كيف بحال ديال الكيكات العاديين، باش ما كيسيحوش لينا هذوك لي من الليمون، وما كيسيحوش لينا لي كاب كيك من دوك الكويغطات ديالهم. زدت هنايا الخميره ديال الحلوى وصافي. راكم عارفين القاعده ديال الدقيق، راه كنزيدوه حتى كنغربلوه هو اي حاجه ناشفه خاصها تغربل البنات. راكم عارفين كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله، راه الله الحادقات. انا غير كنبارطاجي معاكم وصافي، حيت بعض المرات البنات كنتبلوكاو وما كيبقاوش عندنا الافكار ما نديرو. المهم هذا كيبقى واحد الخليط اللي كنخرجوا منه جوج الحاجات دقه واحده. الوليدات راكم عارفين الوليدات راه نهار على نهار ديك كل مره كتعطيهم الفلوس باش ياخذوا شي حاجه من الحانوت، وداكشي كما قلت لكم ما كيكونش صحي، عامر غير بالزيوت المهدرجه. واخا دابا هاد الكيك راه دايره فيه الزيت ديال المائده ودايره فيه السكر، ولكن كوميم راني عارفاه انه انا اللي دايراه نقي، فهمتوا؟ ماشي داكشي د الحانوت وداكشي د السقاطه. مهما يكون مزوق، مهما يكون كيف ما بغى يكون، راه حنا ما عارفينوش منين جاي. فهمتوني البنات؟ مره ماشي مشكل، ولكن دائما هي اللي صعيبه. يعني كيف ما دابا كنوريكم الخليط ديال هاد الخليط هذا خاصو يكون شويه دقيق هكا كيف ما قلت لكم، باش هادوك لي كيك ما يطلعوش ويفيضوا لكم في سميتو، ويفيضوا لكم في فوق الليمون. وماشي باش عاوتاني تخرجوهم يكونوا طالعين وتخرجوهم من الفران ويهبطوا لكم، كيبقاو هكا طالعين وزوينين. وراه داك الكويس ديال داك النص كاس ديال الماء اللي زدت فيهم راه كيخليهم هشاشين، ما كيخلي يجيو ولا مدقسين لا والو، كيجيو زوينين. غير جربوهم. وحتى داك دانون كريمي ديال الفاني كيعطيهم واحد الرطوبيه زوينه. المهم هنايا هادو هما ليمون اللي غندير، دهنتهم بالزبده والدقيق، وغادي نبدا نحط فيهم سميتو، ندير فيهم الخليط ديالي ديال الكيك. والبنات زين كيف ما قلت لكم راه كيبقى على حسب الذوق. انا راه حتى طابو عاد باش دهنتهم شويه ديال الكونفيتور، ودرت فيهم شويه ديال دوك شوكولا فيرميسيل داك الملون كيعجب الوليدات بحال هكا كيعجبهم، درتو ليهم. هذا مكان البنات كطيبوهم على كيكون ضروري الفران كيكون ديجا سخون، ومني كتدخلوهم للفران كتنقصوا عليهم الحراره. انا عندي ديال الغاز كنطلعو حتى كيطيبوا مره واحده بلا ما تهبطيهم لتحت، حيت راه
صغارين دغيا كطلعهم ديك التحميره مع الجناب. المهم هنايا درت دوك الكويغطات ديال اليومولات ولا الكويغطات، المهم كيف ما قلتهم في داك المول ديال لي كاب كيك. وزدت واحد شويه ديال الماء حقاش غادي نزيد الكاكاو غيزيد ينشف، غيزيد يتقال ليا الخليط. ضروري غنزيد زيدوا يا الماء يا الحليب. دائما كنفضل الماء حيت كيجي ما كيجيبش العجينه ديال لي كيك هكا مدقصه، كيجيبها مفشفشه. المهم زدت واحد جوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو وصافي غادي نخلطهم مزيان مزيان حتى كيدخل داك الكاكاو في الخليط ديالنا. راه كيجي راه غير جوج بيضات وتبارك الله راه خرج ليا لي ما عقلتش شحال من حبه ديال هذا ديال لي ميني كيك، وخرج لي واحد 12 حبه ديال ديال الكاب كيك. المهم راه غادي يدي لكم موده مع الوليدات. راه هادو راه كديريهم في واحد البواطه وكتسدي عليهم مزيان وكديريهم في الكونجي. كل نهار كتهزي واحد الحبه وكديريها مع في لانش بوكس ديال وليداتك. ما كتجي فين تجيهم هذيك الوقيته اللي كيخرجوا ياكلوا الكوتي ديالهم حتى كيكون داكشي طرخف ولا بحال ليا زعما مطيباه. وهنايا زدتهم لي بيبي د شوكولا. واخا هاد لي بيبي د شوكولا اللي خديت هاد المره صدقوا ليا خايبين البنات، هادوك اللي فيهم غير السكر ما صدقوش ليا كاع زوينين. المهم البنات خذوا لي بيبي د شوكولا اللي كيكونوا، انا نورمالمون كناخذ هادوك المزيانين دائما، غير هاد المره ما لقيتهمش وخديت غير هادو غير باش نقضي وصافي، حيت ضروري خاصني نصاوب هكا الوليدات شي حاجه يدوهم معاهم. وهادو كيعجبوهم هاد لي كاب كيك، هادو اللي بيعجبوهم بزاف دائما كتلقايني كنديرهم. وراني درت واحد الزبله تخوات ليا شويه ولكن معليش البنات. المهم راكم عارفين كتخويو وكتخلوه فين كيطلع الكيك، طلع داك سميتو المادلين. وكيف ما قلت لكم هكا فاش كتكون العجينه الخليط ديال الكيك ثقيل راه ما تخافوش منه، راه ما كيسيح ما والو، كيجي هو هذاك البنات وكيجي صافي. فاش ساليت كلشي غادي نزيد شويه ديال لي بيبي د شوكولا من الفوق باش يجيو مشكلطين. وهذا الشيء اللي كيقلبوا عليه الوليدات. واخا هادو راه قلت لكم راه ما زوينينش، حاولوا تاخذوا شي حاجه احسن. انا موالفه كناخذ يكون فيهم هكا الكحلين والبيضين كيكونوا زوينين. ايوا المهم هذا مكان. والطياب راكم عارفين درجه الحراره كيكون سخون الفران وكندخلوهم حتى كيطيبوا وكنخرجوهم. ما كياخذوش الناس كيفاش تيجيو راه تيجيو زوينين. وحده راه درتها بالغرانولا، ما درتش فيها هذاك الشوكولا فيرميسيل، جات لذيذه البنات. غير جربوا الغرانولا فهكا ديروا لها مع ليك كتجي زوين. ايوا هنايا درت واحد طرح ديال المسمن معمر. هنايا عمرته غير بالخضره، عمرت بالخضره واحد شويه ديال الشحيمه كانت بقات ليا من اللحم. المهم ما باين حيت لا بانت ما غياكلوهاش. المهم جا زوين وجا مورق، جا يا سلام. وهنايا شي ناس اختي تشهاو ليا الباستيشيو ولا كوزاميه العشاء درتها في الطاجينه كتجي بنينه. اللي بغيتو الطريقه ديالي فيها نشاركها معكم، كتجي بنينه وكتجي معلكه. وهنا البنات وصلنا للاخر ديال الفيديو. بغيت نبارطاجي معكم غير لي كوموند ديال التبريمه. هاد التبريمه هذه راه كنصاوبها انا، فيها اكثر من 20 عشبه البنات، مع النيله مع العرقسوس مع العكر الفاسي مع بزاف وينات. كتخرج منك الوسخ ديال الجاهليه. اختي الا بغيتي ديري هاد التبريمه هادي خاصك تمشي للحمام وانتي باغا تجاهدي. كتمشي لراسك اولا، ما كديش معاك كتعرفي راسك بانك غادي تجاهدي في راسك. ولكن اختي راه فاش كتخرجي راه كتخرجي خفيفه وكتخرج، ومع المداومه راه كتحيد البقع الداكنه كتوحي الجسم، كتعقم الجسم. مهم تبريمه ولا اروع. جيت باش نبارطاجيها معاكم. ولا كنتو بغيتو باش نخلي لكم النمره باش تكوموندي وقوليها لي في الكومونتيرات راني غنخليها. وهذا ما كان، وكنتمنى انه يعجبكم الفيديو وبسلامه.